حاليا في المطار، وده واحد من اهم القرارات اللي خدتها في حياتي. لاني مش بس سبت الشغل عشانه، ولا عشان رايح بلد ما بتكلموش فيها لا عربي ولا انجليزي، لكن عشان هواجه اكتر احساس بهرب منه طول عمري: الوحدة. فقررت ان اواجه الخوف ده بشغفي في الحياة، وهو السفر والتجارب. ابتديت رحلتي في استكشاف العالم باول بلد وهي سريلانكا، وهي تقع في قلب المحيط الهندي، جزيرة صغيرة على شكل دمعة، وعشان كده بيسموها دمعة الهند. لكن قبل الرحلة كان لازم اجهز لكل حاجة. قبل ما اروح كنت محتاج اجدد الباسبور، خلصت الاجراءات، كلموني عشان اروح استلمه. سلامة الباسبور. جهزت شنطتي، حجزت الطيارة، وطلبت اول عربية رايحة المطار. وصلت المطار ودخلت، خلصنا الاجراءات المطلوبة وبدأنا نتوجه على الطيارة. يا شباب، وكل خطوة كنت باخدها كان عقلي بيحاول يستوعب: أنا فعلا هسافر لوحدي؟ قعدنا في أماكننا وبدأوا يدونا التعليمات، والوضع كان ترقب جدا. الطيارة اتحركت، فضلت باصص من الشباك طول الوقت بتفرج على الدنيا وهي بتصغر تحتية. وشوية والأكل نزل، وبعدها أحلى كوباية شاي. والرحلة كانت ترانزيت البحرين، وحقيقي مطار البحرين كان تحفة. ان شاء الله مطار البحرين. خدت جولة استكشافية في المكان. خلصت دي فعطشت. بس المية كانت غالية جدا، فاشتغل المسافر الاقتصادي اللي جوايا. والله كنت داخل اعبي ميه من الحمام. هي شلون تتعبى هاي؟ والله اني فلاح. This water حلال؟ اوكي ثانك يو. مويه يا شباب حلال. الجيت كان فتح، اتوجهنا على الطيارة التانية. بدأنا نقعد في أماكننا، وشكل السماء من بره كان تحفة بجد. بس أنا كنت فصلت خلاص وتعبت، إن الرحلة استغرقت 16 ساعة عشان أوصل سريلانكا. وطول الوقت كنت بفكر: يا ترى أنا رايح لمكان هيكون عامل إزاي؟ فتعال أحكي لكم شوية عن سريلانكا. سريلانكا كانت متسمية بسيلون بسبب الاستعمار البريطاني ليها، واتحررت في 1948. وفي سنة 2022 سريلانكا أعلنت إفلاسها رسميا. Economic crisis in Sri Lanka. The country is officially bankrupt. لكنها عدت المحنة دي وبقت واحدة من أحلى الوجهات اللي ممكن تروحها. Now all people very happy. وصلنا أخيرا مطار سريلانكا. والله طلعت مطار مصدي. خلصنا الإجراءات، حولنا الفلوس، وبعدها حاسس اني محتاس مش فاهم اي الدنيا حاجه. كانت غريبة بالنسبة ليا، مش عارف أروح فين. حاولت أسأل عن الباصات لكن محدش فهمني. Good morning, sir. I want to go to Colombo downtown. Colombo. Downtown, yeah. Transportation or Local taxi? Highway. Transportation. بتقول ايه؟ بعدها خرجت بره المطار، وأسعار كان مبالغ فيها للهوست اللي أنا رايحه. 4,000. Very expensive. في الأخير طلبت توك توك من على ابلكيشن بيكمي، وده يعتبر أوبر بتاع سريلانكا. وفي الطريق حسيت إني بدأت أتأقلم شوية مع الأجواء. وصلت الهوستل وخدت شاور ونمت ولسه صاحي. وقعدت مع الناس اللي هناك، ودي من اكتر الحاجات اللي بحبها في السفر، انك تقابل ناس مختلفة عنك تماما، ثقافات ولغة وحكايات مختلفة، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتجمعكم كلكم هي نفس الشغف. جهزت عشان انزل استكشف المكان واخد جولة. نازلين نستكشف المكان، والصبح اصلا اللي جابني ده نصب عليا، فالست نزلت بهدلته بتاعت الهوست بصراحه، عملت فيه شكوى. رنوا علي بالهندي، بيتكلموا بالهندي. اوه سير وات ا بروبلم. اتس اوكي مش عارف ارد. جبالي ورد جبالي ورد شباب. انا ساكن هنا، وده اشهر معلم في العاصمة كولومبو. سريلانكا بلد مليان حياة، وشعبها طيب جدا. Alhamdulillah. فيها بوذيين بنسبة كبيرة، لكن كمان هتلاقي فيها مسلمين كتير. الحمد لله. اسمي محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نحن الآن في المسجد الأحمر كولومبو. فتعالوا نعرف قصة أشهر مسجد في سريلانكا. هل تعرف يا أخي الكريم why everyone saying red mosque? What's the reason behind the red and white colors? They usually the masjid and all the mostly white, green, blue or some light colors is there. But this masjid is quite different, unique in the world.
the shapes that looks like a pomegranate fruit, and because of the rumman. إذا قطعنا rumman, you all can see two colors, الأحمر والأبيض. And this is only the building that not only Sri Lanka, the entire world, that inspired by the rumman. لأنها فاكهة من الجنة ومذكورة في القرآن فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهذا المسجد بنى تجار المسلمين من جنوب الهند عام 1908. And inside the masjid you can see the contrasting colors and then designs, combination of Indian and Islamic culture and the British mixed architect. For Jum'ah prayers, Salatul Jum'ah, now we can accommodate more than 10,000 مصلين، أكثر من 10,000 مصلين، مليء بالمصلين في كل صلاة الجمعة. This one, Sri Lanka All Parliament. Now is used for the President office. MashaAllah, very good President Sri Lanka. Now all people very happy. وبعدها طلعنا على فيو بوينت نشوف منه المدينة كلها، وفي طريقنا عدينا نجرب أشهر الفواكه الآسيوية. لما وصلنا المنظر كان فعلا أحلى، وقلت إنه مفيش أحسن من هنا أختم بيه أول يوم ليا في سريلانكا، ودي بس بداية الرحلة. عشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناة، لأن الفيديو اللي جاي هنجرب فيه أكل الشوارع السريلانكي ونكتشف جانب أغرب بكتير في البلد دي.